وناصر كتابه، لكنه يجب علينا نحن أن ننصرهم. لنعتبر ذلك الطفل الذي يقتل اعتبر أنه ولدك، وتلك الفتاة أختك، وتلك الأم أمك، وذلك الشيخ الكبير هو أبوك. ينبغي أن نحزن لحزنهم، وأن نجد لموجدتهم، وأن نصاب لمصابهم، وأن نكترب لكربتهم. إنما المؤمنون إخوة. هل نحن نقاوها فقط دون أن يكون لها الأثر على واقعنا، على أموالنا، على أنفسنا، على جهادنا؟ أين الأخوة الإسلامية؟ أين الرفعة للدين؟ أين الحرص على نصرة المسلمين؟ أين حق المسلم على المسلم؟ يقول الله يوم القيامة للعبد: يا عبد مرضت فلم تعدني، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال قد مرض عبدي فلان فلم تعده، فلو عدته لوجدت ذلك عندي. فإذا كان الله تعالى يعاتب العبد: لما لم تزر فلانا لما مرض ولم تعده ولم تقف معه؟ فكيف إذا كان يقتل ويسحل ويغتصب وتغتصب بناته وتؤخذ أمواله ويحال بينه وبين دينه؟ كيف يكون الشأن إذن؟ أين حكام المسلمين؟ أين أسلحتهم؟ أين طائراتهم؟ أين وحدتهم؟ أين غيرتهم؟ أين وقوفهم مع إخوانهم؟ أنا أنتظر من نصارى أن ينصروهم؟ أنا أترقب في كل يوم قرارا من الناتو أو من مجلس الأمن أو من غيره. أين نصرة الإسلام؟ ماذا سيقول الحكام لربنا إذا سألهم عن امرأة ثكلى وطفل يتيم وفتاة اغتصبت وهي عفيفة؟ ماذا سيقولون لربهم إذا سألهم أين أسلحتكم؟ أين طائراتكم؟ أين علاقاتكم؟ أين قراراتكم؟ لماذا لم تفعلوا شيئا؟ ماذا سيقولون لله تعالى يوم القيامة؟ سيسأل الله أصحاب الأموال: لما لم تدعموا إخوانكم هناك؟ لما لم تدعموا جهادهم ضد عدوهم الفاجر؟ لما لم تدعموهم بمالكم وجهدكم؟ ومن أراد أن يصل فيستطيع الوصول. والله إننا واثقون بنصرة الله تعالى، والله إني واثق أن الله تعالى سينصره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربة اليوم القيامة. أنا كون الأويغور أطلب من كل العالم العربي والإسلامي ألا يتركنا لوحدنا، وأن يقف معنا أمام الظالمين وأكبر المجرمين. وأطلب من المشايخ أن يخبروا الشعوب بقضيتنا، وأطلب من المشاهير أن يغردوا حول قضيتنا، وأطلب من حكامنا أن يقولوا للصين كيفي. لا تنسوا أن هناك أكثر من 5 مليون شخص معتقل في معسكرات الاحتقال الصينية. قاطعوا بضاعة الصينية لأجلنا.